السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ورجعت لكم فيديو جديد. فيديو النهارده انا بصراحه كنت متحمسه له بقالي فتره كبيره جدا من بعد العيد يعني. يلا بينا نبدا فيديو النهارده. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله. يلا بينا نبدا فيديو النهارده. بصوا يا جماعه، انا بصراحه متحمسه بشكل مبسوطه ومش مبسوطه، فهقول لكم على الحاجات اللي انا مش مبسوطه فيها في الاخر ومبسوطه اكيد يعني علشان الحاجه جت. يلا بينا نبدا على طول كده عشان ما اطولش عليكم. اول حاجه النهارده هنعمل تمام انبوكسنج. انا كنت طالبه اوردر كتب من على صفحه ما. اول كتاب جبته انا كنت متحمسه له جدا وشفت كذا حد عامله، يعني كذا حد كاتب الكتاب ده، مش حد واحد اللي عامل الكتاب ده. كتاب اسمه الطريق الى الله. انا بصور بالكاميرا الاماميه مش هيظهر الاسم اهو. الطريق الى الله. بصوا يا جماعه، هو كتاب انا ما كنتش متخيله انه رفيع قوي كده بصراحه. هو كتاب طلع رفيع جدا جدا جدا. بس مش هناخد بالشكل، مش هناخد بالحجم، المهم المضمون. فاحنا باذن الله انا هقرا كل كتاب هخلصه، هعمل لكم ريفيو عن الكتاب. يلا بينا نفتحه. والله انا مذنبه اختي جنبي، هي اصلا عايزه تفتحهم وعايزه تعملهم، بس عايزه اشوفهم، بس انا قلت اصورهم الاول اهو. اول حاجه هو طبعا الغلطات البسيطه دي ما بحبهاش، بحسها مش بسطاني بجد، بس مش مشكله اهو. بس بقى الكواليتي بتاعت الورق نفسه من جوه بصراحه هي مش قد كده. ماشي، بصوا هقول لكم بقى. ماشي، الورقه اهي، عايزه اوريها لكم بس يا عدل. الورقه اهي، الكلام حاساه شفاف على بعضه، يعني الكلام اللي في الورقه اللي ورا بصوا باين هنا. نوعيه الورق دي انا لو جيت اعمل بيها بهايلايتر مثلا هيشف ورا او هيطبع على الكلام اللي ورا، دي حاجه مش عجباني بصراحه. تاني كتاب جبته وده برضه كنت كتاب متحمسه له جدا 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 والله. الكتاب ده كوني صحابيه اهو. افتحوا. بسم الله الرحمن الرحيم. افتحوا منين؟ انا شفت حد عامل ريفيو على الكتاب ده. عامه الكتب اللي بجيبها الاول بكون شايفاها قبل كده، بس بتهيألي ما عدا في كتابين هنا معانا بتهيألي احنا شفناهم، شفنا بس المضمون بتاعهم فاتحمست لهم فجبتهم. ده كتاب كوني صحابيه. ده انا عايزه اقراه، حاسه اني عايزه اول كتاب اقراه بجد. حاسه ان الكتابين دول اول كتابين عايزه اقراهم. الكتاب اللي بعد كده يا جماعه هو كتاب فن التعافي. ثانيه تحت بصه في الكاميرا. كتاب فن التعافي، نفتحه مع بعض. شفت برضو ريفيو عليه. ماشي، بصوا يا جماعه بجد في شويه كتب كده انا كنت عايزه اجيبها. اللي يعرف دوبامين كافين اللي هو ناصر، بجد كان عامل، كان اللي هو بنسمع له بودكاست الكتب عامه يعني كده. فانا من البودكاست انا متحمسه اجيب الكتب. فباذن الله انا بفكر ان انا هروح ان شاء الله، باذن الله ان شاء الله بدون مقاطعه السنه الجايه المعرض الكتاب بتاع السنه الجايه ان شاء الله، عشان للاسف كنت عايزه اروح السنه دي وما عرفتش اروح السنه دي. بصوا بعد كده عايزه اكلمكم عن الكواليتي بتاعه الكتاب ده. هي كتب كلها عامه، بس هي حاساها باينه اكتر في الكتاب ده، لاني حاسه ان الكتاب ده الكتابه بتاعته كبيره شويه. ماشي، الكواليتي بتاعه الطباعه حاساها باهته. وكمان الورق خشن قوي بصراحه، يعني الورق خشن جدا. بعد كده بقى نيجي لاكتر كتابين انا كنت اصلا مستنيه الاوردر عشانهم بجد، اكتر اتنين متحمسه ليهم واكتر اتنين متحمسه ان انا اقراهم، بس برضو بفكر اني اخليهم في الاخر، يعني برضو بفكر اني اخليهم في الاخر. هما دول متجر دلجة الأحلام. الاتنين كتاب واحد، بس ده جزء أول والتاني وده جزء تاني. تمام. الكتاب ده كوري بس مترجم. الكتاب ده عايز فهم، عايز تتعمقوا فيه بجد، لأن هو الكتاب ده مش واضح بالظبط، يعني هدف الكتاب ده مش واضح، مش مكتوب لكم كده مباشر. هو كتاب سهل بس عميق.
بس هو ده كان متغلف عادي، بس طبعا اختي فتحته، لاني زي ما قلت لكم ده اكتر كتاب احنا كنا متحمسين له. فاول ما جه على طول، اول حرفيا ما الاوردر جه انا فتحته، وفتحت الكتاب ده معايا. فقلت بقى اقوم اصوره على طول علشان ما نفتحش الباقي وافتحه معاكم. تعالوا بقى نفتح ده عشان يبقوا الاتنين كده مفتوحين قدامنا. اوكي، شكل الغلاف بتاعه مش بس اصلا شكل الغلاف بتاعه حلو قوي، عاجبني بصراحه الاتنين شكل الغلاف بتاعه. نشوف بقى، ناخد لفه فيه كده. او بصوا، حاسه الكتاب ده مش زي الكتاب التاني على فكره، حاسه الكتاب ده مش زي الكتاب اللي قبله. بصي، حاسه طبعه الكتاب ده مظبوط عن الكتاب التاني. وهنا لا، حاساها مظبوطه شويه عن الكتاب التاني. الكتابه في الكتاب ده اصغر وواضحه اكتر، والكواليتي بتاعه الطباعه بتاعه الكتاب ده احسن. يعني كده يعتبر دول اكتر كتابين عجبوني بصراحه بالنسبه للكواليتي والشكل وكل حاجه. بس انما المضمون بقى، فكلهم في المضمون بصراحه حلوين. وبس كده، دول كانوا اخر كتابين معانا النهارده اللي هما دول. تمام. جاي على اوردر الكتب ده 5 بوك مارك هديه، بس انا مش عايزه اظهرهم علشان الصفحه ممكن تتعرف من البوك مارك وكده. وبس ده كان فيديو النهارده. لو عايزيني اعمل لكم ريفيو عن الكتب دي، عن كل كتاب هقراه او اي كتاب من دول عامه يعني، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. وبس ده كان فيديو النهارده، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. بس ده كان فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.